السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع فتوح. النهاردة هنتكلم عن موضوع شاغل ناس كتير جدا، وهو ليه أسعار الذهب نزلت في اليومين اللي فاتوا، وهل ممكن تطلع تاني ولا لأ. طيب خلينا نبدأ أول حاجة بالأسباب. أول أسباب أو أول سبب عندنا هو جني الأرباح. إيه هو جني الأرباح؟ بعد ما الذهب بيوصل لمستويات قياسية، ناس كتير من المستثمرين قرروا إن هم يبيعوا. وتاني حاجة عندنا هي سبب قوة الدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي أو الذهب والدولار الأمريكي عكس بعض، يعني لما الدولار يعلى الذهب بينزل. وفي الفترة اللي فاتت الدولار ارتفع، فده خلى ناس تبعد شوية عن الذهب. تالت سبب هو عندنا التفاؤل الاقتصادي. لما الأخبار تكون إيجابية عن الاقتصاد أو التجارة، زي الكلام عن اتفاق بين أمريكا والصين، الناس بتحس إن الدنيا مستقرة إلى حد كبير، فيبعدوا عن الذهب باعتباره ملاذ آمن. تمام. رابع سبب عندنا وهو توقعات التضخم في أمريكا. تمام، لأن المستثمرين كانوا مستنين يشوفوا بيانات التضخم الجديدة، وده خلى السوق في حالة ترقب، يعني محدش بياخد قرارات كبيرة في الوقت ده. تمام. وآخر حاجة عندنا هي التصحيح الفني، يعني بعد موجة طلوع قوية طبيعي إن السوق يرتاح شوية وينزل تصحيح بسيط قبل ما يكمل طلوع. طيب السؤال المهم دلوقتي، هل الذهب هيرتفع تاني؟ معظم المحللين بيقولوا إن اللي حاصل ده تصحيح مؤقت، مش تغيير في الاتجاه العام. بالعكس، في أسباب كتيرة ممكن ترفع الذهب تاني الفترة الجاية، منها استمرار التوترات في العالم، والناس دايما بتروح للذهب وقت الأزمات. احتمال إن البنك المركزي الأمريكي يقلل الفايدة، وده بيخلي الذهب أكثر جاذبية. تمام. البنوك المركزية في دول كتير لسه بتشتري ذهب بكميات كبيرة. تمام. والتضخم اللي بيخلي الناس تشوف الذهب كوسيلة تحافظ بيها على قيمة فلوسها. تمام. ده بيخلي الناس برضو تتجه للذهب. يعني باختصار، الهبوط اللي حصل ممكن يكون فرصة للشراء للي بيفكر على المدى الطويل، بس لازم كل واحد يدرس السوق كويس قبل ما يشتري أو ياخد قرار الشراء والبيع، لأن دايما الذهب فيه تقلبات. طيب باختصار، نصيحة الخبراء ان هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان كتير من المحللين بيروا ان الهبوط فرصة شراء على المدى الطويل، لكن يجب دراسة السوق جيدا قبل اتخاذ اي قرار استثماري. هذه مجرد تحليلات اقتصادية وليست نصيحة مالية. طبعا لازم ننتبه للموضوع ده كويس. طيب في النهاية، يعني الخلاصة، الذهب لسه هو الملاذ الآمن الأول وقت الأزمات. لازم تتابع أخبار الاقتصاد باستمرار، وخصوصا التضخم وسعر الفايدة والدولار، وده اللي بيحدد لك سعر الذهب. يا رب تكونوا استفدتم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.